أهلا بيكم وشخصية مؤثرة مع مروة. شخصيتنا أنتوني كوين الشرق، شرير السينما المصرية. استغفر الله استغفر الله. الفنان محمود المليجي قدم رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وانضم إلى كتير من الفرق الفنية زي فرقة الفنانة فاطمة رشدي، وكان أجره فيها 4 جنيه شهرياً. اتولد محمود المليجي عام 1910 في المغربلين بالقاهرة، والتحق بمدرسة الخديوي الثانوية. حب التمثيل والتحق بفريق التمثيل، واتدرب على يد الفنان عزيز عيد، واللي كان دايماً يوبخه ويقوله: انت مش ممثل، روح دور على شغلة تانية غير التمثيل. وحكى الفنان محمود المليجي إن كلمات عزيز عيد كانت قاسية، خنجر في صدره، لكن بعد فترة عرف إن كلمات عزيز عيد حتى لا يصيبه الغرور، وإنه معجب بتمثيله وموهبته. اشتغل الفنان محمود المليجي ملقن في فرقة يوسف وهبي، وكان أول ظهور له في فيلم لكوكب الشرق أم كلثوم وداد، وبعدها قيس وليلى. وانطلق في تجسيد أدوار الشر وتميز فيها جدا. وعام 1970 اختاروا المخرج يوسف شاهين لدور محمد سويلم في فيلم الأرض. بلغ رصيد أعمال الفنان محمود المليجي 500 فيلم سينمائي، وكانت أول بطولة له في فيلم الزواج 1932. وقدم العديد من المسلسلات التلفزيونية زي صيام صيام، والعديد من المسرحيات أشهرها يوليوس قيصر وأبو الذهب. الفنان محمود المليجي كان ممثل ومنتج ومخرج، وأنتج العديد من الأفلام. اتجوز من الفنانة علوية جميل، واستمر زواجهم 44 عام. كانت آخر لحظات حياته خلال تصوير دوره في فيلم أيوب، بعد تناوله فنجان قهوة مع عمر الشريف في 6 يونيو 1983. استنوني في حلقة جديدة وشخصية مؤثرة مع مروة.